هكلمكم النهاردة عن السر الرابع اللي علمه لأولادي علشان جوازتهم تنجح وتستمر. هعلمهم فن الخناقات. هو الخناقات ليها فن؟ تخيل. هقولك عليه دلوقتي. أول حاجة في فن الخناقات لما بيكون في مشكلة لازم الطرفين يكونوا هادين. يعني انتوا الاتنين لو متعصبين ومتنرفزين وفي قمة العصبية ما ينفعش تتكلموا، لازم تاخدوا وقت راحة تايم اوت ونفصل الفرقتين لحد ما الدنيا تهدى ونرجع تاني لبعض. بس وقت الراحة ده ليه ميعاد محدد، انتوا الاتنين لازم توافقوا عليه قبل او اول الجواز. تاني حاجة في فن الخناقات نتعلم ازاي نسمع لبعض من غير ما نقاطع. تالت حاجة ودي اهمهم، بلاش صباع الاتهام ده، وابتدي على طول بكلمة انت. دي الحاجة الوحيدة اللي هطلب فيها منكم انتوا تتكلموا بشكل فردي. يعني اقول انا حسيت، انا اتضايقت، انا وصلني، من غير تجريح او اتهامات، لكن اوصف دايما ايه اللي انا حسيته ومشاعري في وقتها. رقم 4، ادي للطرف التاني الحل من وجهة نظري، ازاي يحلها من وجهة نظري، لان انا اللي اتجرحت، فانا اللي هيكون عندي الحل للجرح اللي انا حسيته. وما تسيبهوش في نقطة الاتهام وبس لحد ما توصلوا انتوا الاتنين لحل يناسبكم انتوا الاتنين مع بعض. رقم 5، ما تناموش وانتوا متضايقين من بعض، محدش ضامن تاني يوم ايه اللي هيحصل فيه. رقم 6، ادي فرصة للتغيير، هو مش زرار دوسنا عليه او قلنا الحل فهنلاقي التغيير في لحظتها. كله هيتحل واحدة واحدة بس من غير مرصاد ومراقبة. كله بدافع الحب الامور بتتحل. النقطة اللي جاية، علموا ولادكم ازاي يقولوا اسف. علموا ولادكم ان مش عيب اقول كلمات اسف، لكن العيب اني اكابر واستمر في غلط. واخر حاجة، علموا ولادكم ان الكلام الهادي بيكسب حروب، وان الخناقات والصوت العالي بتجيب حروب وتحط حواجز احنا في غنى عنها. خليك مثال ليهم، لما يشوفوك بتحل مشاكل البيت بهدوء هيتعلموا نفس الطريقة. وده باختصار هو فن الخناقات. انا بيبة.